تخيل أنك تقدر تنشئ فيديوهات بجودة عالية باستعمال فيو 3، ولكن فجأة كتواجهك مشكلة وحدة، هو أن الرصيد ديالك كيسالي، وقد دابا يسالي لك ونتايا تقد تكون كتستعمل شي أداة منهاش. ففي هاد الفيديو غتجرب فيو 3 مجانا، ولكن قبل ما نمشي دابا وتقلب على الطريقة، كاين واحد الحاجة مهمة خاصك تعرفها، حيت ماشي أي طريقة غادي تخدم معاك. في هاد الفيديو غادي نوريك كلشي بالتفاصيل، منين تدخل، شنو خاصك دير، وكيفاش تنشئ أول فيديو باستعمال فيو 3 خطوة بخطوة. وما غاديش غير نشرح لك، غادي نجربها قدامك ونشوفوا مع بعضياتنا شنو هي النتيجة اللي غادي يعطينا فيو 3. إلا كنتي باغي تجرب فيو 3 بلا ما تخلص، بقى معايا حتى الاخر. ويلا باش بلا ما نضيعوا الوقت ولا نطولوا الفيديو، دير هذيك لايك وسبسكرايب، وضروري ما تخلي الجرس، ودوزو نبداو الفيديو. فأول حاجة راك غادي تلقى جميع الروابط في الوصف ولا في أول تعليق، وغادي تدخل الرابط اللي تلقاه لتحت. و هذا هو الموقع ديالنا. فهذه أول واجهة كتبان لك، نتيا ما تضغط غير على أوكي وتبان لك هاد الواجهة. فبطبيعة الحال هاد القناة ما داير لا ساين اب لا والو، فغادي ندخلو ندير ساين اب عادي، وغادي ندخل ب اكونت ديال جوجل. فغادي نختار شي اكونت، انا نختار الاكونت ديالي. فبين ما دخلت بالاكونت ديال جوجل كتعاود تبان لك هاد الواجهة، وهذه هي الواجهة كاملة ديال هاد الموقع. فانا ما ندخل الاستوديو باش نشرح لك كيفاش تقاد الفيديوهات. اول حاجه كيعطيك واحد 10 الكريديت. الا بغيتي تقاد بكلينك، بيتي دونس، ميني ماكس، كروك نقدو حتى هو نعتبروه فابور، ولكن حنايا اللي كيهمنا هو فيو 3. فهذا هو الموقع ديال فيو 3. وبطبيعة الحال إلا هبطتي لتحت غتلقى أنك غادي تقد تستطيع تنشئ فيديوهات بصفر كريديت. ما تديوش على هاد الفوقانية البيضاء، على هاد الصفرة هادي تقدر تنشئ فيديوهات بصفر كريديت. وكاين بزاف ديال المودات، فتقد تستعمل حتى جيميني اومني فلاش. أه ولكن جيميني اومني فلاش اس 13 كريديت، فانت عندك غير فيو، فتستعمل فيو 3.1 فاست. وواحد المعلومة خاصني نقولها لك، فانت الا جيتي ودرتي شي تصويرة، ف ما هاد الموقع كاع ما يخدم لك الا درتي شي تصويرة عادية، فخاصك دير فرام ايماج وعاد تقدر دير شي تصويرة. وعاوتاني فرام ايماج كاين واحد الحاجة واحدة اخرى، هي تقدر تتحكم بالثواني، 8 ثواني، 6 ثواني، 4 ثواني. اما الا جيتي لهذه العادية راه ما تلقى والو. وتقد عاوتاني ما بحال دابا انا نخليها فرام ايماج واخا ما نزيد لا تصويره لا والو. عاوتاني نقد ما نخليش ما نزيد شي برومت عادي، ندير هاد ادفانس، ونقد ندير شي برومت اللي برومت بروفيشنال، ماشي هذاك برومت عادي غير كتكتب. ولكن انا بطبيعه الحال ندير بازيك. وكاين حاجه واحده اخرى، فتقد تستعمل بجوده ديال 720 بي ولا 1080، وواخا هكا كيبقى كلشي فابور. فانا نستعمل 1080 بي، ها جدي حسن لي. فاني شرحت لكم الواجهه ديال الموقع. فدابا شنو نديرو؟ غادي نقدو اول فيديو. اول حاجه غادي نجي وغادي نعطيه هاد البرومت هذا. فبعد ما تقدم له البرومت غادي تختار واش تعود على 16 ولا 16 على 9. انا ندير فيديو 16 على 9، وبعدا نشوفوا واش الموقع كيدعم اللغة العربية مزيان، حيت انا عطيتو الهضره بالدارجه، ونشوف واش كيدعم اللغه الدارجه ولا اللغه المصريه، هاد اللغات هادو ديال العربيين. فنديرو جينيريت فيديو، وغادي يتأكد واش أنني إيمان ولا ماشي روبوت. فهو تأكد وهو بدا كينشأ الفيديو. وركز معايا دابا حيتاش هادي خاصك ضروري تلاحظها. فهو كيقولك غادي يقاد الفيديو بعد 2 دقائق، ولكن الا بقيتي كتساين بحال هكايا راه كاع ما الفيديو كاع ما يتقاد نهائيا. فما عليك غير تجي للهيستوري، وما بين ما تجي تلقى الفيديو كيتقاد.
وإلا بقيتي كتينو بحال هكايا راه يبقى واحد. خاص كل شوية تجيو دير ريفريش، تجيو تبقى دير ريفريش بحال هكايا باش يبقى غادي وكيزيد. فهمتي؟ صافي تا تبقى كدير ريفريش وريفريش تيتقاد الفيديو. فانا نسينا على ما يتقاد الفيديو وغادي نرجع لكم. فهو بعد ما جا وقاد لي الفيديو، فهذا هو الفيديو. كما كتشوفوا ندخلوا نشوفوا الفيديو. واش بصح الذكاء الاصطناعي وصل لهذا المستوى؟ اليوم غادي نجربوا فيو 3 ونشوفوا واش فعلا يقدر يصاوب فيديو بحال هذا. فكما كتشوفوا الجودة ديال الفيديو اللي هي جودة احترافية وجودة رائعة بزاف. هاد هاد الموقع كيدعم اللغة الدارجة المغربية، وتلقى كيدعم اللغة المصرية واللغات بزاف. ف وإلا هبطتي لتحت شوية من إلا بغيتي تشارجي الفيديو، ونايا إلا ما عجبكش الفيديو اتبرك عليها يعاود لك الفيديو بنفس البرومت. وهذا إلا بغيتي تمسح اللوغو، فاللوغو غادي تلقاه هنايا من تحت 3 النقاط كاين اللوغو، ولكن اللوغو صغير بزاف تقدر تمسحو غير من كابكات ولا اي بلور في شي اداة. ف كما كتشوفوا الفيديو زوين بزاف. فانا غادي نخرج وغنعطيه ندخل الاستوديو وغادي نعطيه باش يقاد ليا فيديو ديال الانيم ماشي بحال هذا عادي. انا عطيه فيديو قاد لي بحال فيديو ديال الانيم، فغادي نعطيه البرومبت. فغادي نجي ونعطيه برومبت عادي. وكذلك حتى هاد البرومبت واخا هاد الانيم راه فيه الهضره بالدارجه المغربيه. و ن- نقدو عاوتاني واش منين دابا داير عاوتاني كروك، فغادي نرجعوها فيو باش نقدو عاوتاني فري. وعاوتاني عزلو الجودة 1080 حيتاش ضروري. وصافي ندير جينيريت فيديو و نفس الخطوات ديال قبيله عاوتاني نعاود ندير. فغادي نساين صافي دابا بلا ما نوريكم. فغادي ارجع للهيستوري، فغادي نجي للهيستوري ونبدا ندير ريفريش حتى يبان لي الفيديو. فعلى ما يبان هذا الفيديو غادي نرجع لكم. ها هو جا قاد لي الفيديو الثاني اللي كما قلت لكم غادي يكون د الانيم. نشوفوا جودة الفيديو. واش عمركم تخيلتوا مدينة مغربية في المستقبل؟ شوفوا غير هذا المنظر، بحال الا دخلنا العالم الانمي. واش عمركم فكما كتشوفوا الفيديو هربان بزاف. ونقول لكم عاوتاني فيديو حمق. و باش تعرفوا راه الجودة ديال هذا الموقع راه ماشي غير قلتها لكم في الاول، راه موقع راه برو. ودابا ندوزو عاوتاني الستايل الثالث و 3D كارتون. فهادو ستايلات اللي الناس كيعجبهم يخدموا بهم الفيديوهات، فنجربتهم لكم قدامكم. فهمتي؟ هادو هما ستايلات اغلب الناس اللي كيخدموا بهم. فغادي نجي غنعطيه باش يقاد ليا 3D كارتون انيميت، ونخليه كلشي كما كان قبايله، وندير جينيريت فيديو ونفس الخطوات. فبعد ما غادي يقاد الفيديو ارجع لكم. هو قاد ليا الفيديو الثالث. وسمحوا لي من الصوت ديالي، ف كنت كنغوت بزاف لي الفاس. فهو قد ليا الفيديو. فنباركو نشوفوا الجودة ديال هذا الفيديو 3D انيميت. فنشوفوا اش كتسناو؟ اليوم غادي نجربوا واحد الحاجة زوينة بزاف، وخاصكم تشوفوا شنو غادي يوقع. في الفيديو فيديو زوين، اللي هو فيديو زوين واعر كلشي فيه هو هذاك. فكما كتشوفوا هادو هما الفيديوهات اللي اغلب الناس كيستعملوهم 3D انيميت و بيكسل عادي. فكما كتشوفوا آه، النتيجة اللي بانت وريتها لكم. ما كتشوفوني الا فيديو زايد لا حتى شي حاجة. الفيديو الاول الفيديو الثاني الفيديو الثالث. وبطبيعة الحال هذا الموقع راه هو موقع اللي
واعر بزاف. و صافي شرحنا لكم الموقع، شرحنا لكم كيفاش تخدموا فيو، وباش تاكدوا هي مازال ليا 10 كريديت. ولا دخلنا الاكونت ديالي فهاد القهوه فري تريبلانت، ما فري، كلشي فري كلشي فري، ما زيدوا والو. وصافي حنايا دابا قادين فيديوهات. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير هذيك لايك وسبسكرايب، وخلي معاك شي كومونتير زوين، وضروري ما تفعل الجرس الا باش يوصلوك شي فيديوهات بحال هادو. و تهلاو الفيديو الجاي.